سويتي، ويلكم تو ماي channel. وزي ما شفتوا في المقدمة الغريبة دي، النهاردة هكلمكم بعد استمرارية طويلة جدا 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 عن الماسك ده. فلو انتم مهتمين تعرفوا الريفيو بتاعي عن الماسك ده، تابعوا الفيديو ده معايا للآخر. طيب في البداية قبل ما ندخل في الموضوع، انا جبت مايك جديد، فقولولي لو الصوت كده بقى احسن في الكومنتات، علشان في كذا حد كان قال لي ان انا محتاجة اعدل الصوت. فلو الصوت كده احسن قولولي يعني عن الفيديوهات اللي فاتت. طيب ندخل في الموضوع بقى النهارده على طول. انا كان جالي كومنت اللي هو ده كده، كان طالبه فيه ان انا اتكلم عن ماسكات للشعر وكده. يعني انا اولا اسفه ان انا اتاخرت على الفيديو حبتين، بس هقول لكم ليه دلوقتي. انا دايما كنت بتفرج على فيديوهات ليها علاقه بالماسكات وكده، وانا فعلا باخد بالي قوي من الفرق قوي لما بعمل ماسكات عن لما ما بعملش ماسكات. بيبان اول فرق بالنسبه لي في شعري. فكان عندي دايما مشكله في كذا حاجه، بس لما بتفرج على فيديوز وكده بيعملوا فيها ماسكات، انه الماسك مش بيتعمل مره وبس على كده خلاص احنا نشكر ربنا يعني عملنا الماسك وطلعت النتيجه ما طلعتش. في ماسكات بتبقى محتاجه مثلا زي ماسكات ان هي بتطول الشعر، تبقى محتاجه ان احنا نستمر عليها مره واتنين وتلاته، ويعني المده معينه علشان نشوف الفرق، هل فعلا شعر طول على الماسك دوت ولا لا. مش بس ان هي تجربه مره وخلاص على كده. فقلت بما اني هعمل لكم فيديو ريفيو عن الماسكات وكده، فقلت ما يبقاش مره وبقول لكم الماسك والتجربه وهكذا، لا هعمل لكم ريفيو يعني مفصل بعد تجربه فتره حتى على الماسك دوت. فباختصار انا يعني الماسك اللي هتكلم عليه النهارده انا جربته لمده شهر كامل 8 مرات بالظبط. عملته يعني مرتين في الاسبوع. فهقول لكم الريفيو بقى بعد شهر كامل من استخدام الماسك دوت. فيلا نبدا. طيب باختصار انا هقسم الفيديو دوت ل5 اقسام. اول قسم هيبقى ايه هو الماسك دوت، يعني ايه هي المكونات بتاعته. تاني حاجه انا هستفاد ايه من الماسك دوت بعد ما احطه على شعري او بعد ما استخدمه. تالت حاجة ايه هي الحاجات اللي انا حسيت بيها فادتني فعلا من الماسك ده، تجربتي بالاختصار يعني مع الماسك دوت. رابع حاجة تريكات او حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الماسك دوت علشان نكون بنستخدمه صح. واخر حاجة هل هو الماسك ده فعلا طول لي شعري ولا لا بعد التجربة الطويلة حبتين دي. طيب ونبدأ بأول حاجة، وايه هو اصلا الماسك دوت. باختصار الماسك دوت عبارة عن بيض وعسل وزيت زيتون، بس كده. ده الماسك كده باختصار، حاجة صغيرة 3 مكونات موجودة في اي بيت. طيب تاني حاجة ايه هو بقى اصلا فوائد الماسك دوت. احنا الماسك ده عندنا زيت، وده يعتبر يعني من الحاجات اللي هي مرطبة، وبرضو العسل يعتبر مرطب، والبيض هو البروتين. والبروتين يعني مهم جدا لتكوينة الشعر ذات نفسها. طيب احنا بنستفاد ايه بقى من الماسك دوت. الماسك دوت بيعزز من نمو الشعر، بيخليه اقوى، بيقلل من التساقط، بيعمله ترطيب علشان اوريدي فيه عسل وزيت زيتون. بيقلل من القشرة، بيعمل حاجات كتير قوي حرفيا. طيب تالت حاجة، هل الماسك ده فعلا فادني ولا لا وحسيت بفرق. طيب قبل ما اقول اي حاجة خلينا يعني نرجع خطوة كده لورا. احنا هنقسم الشعر لجزئين، او احتياج الشعر عامة لما بنيجي نحط اي ماسك على شعرنا بيبقى بيتقسم لجزئين. اول جزء ان الشعر بيبقى ده محتاج ترطيب، تاني جزء ان الشعر دوت محتاج بروتين. انا من الناس اللي شعري محتاج ترطيب، هنفهم النقطة دي ليه بعدين، بس خلينا متفقين دلوقتي ان احنا عندنا شعر بيحتاج ترطيب، شعر بيحتاج بروتين، وانا من الناس اللي شعرها بيحتاج ترطيب. طيب الماسك دوت اكتره بروتين، يعني هو بيبقى مخصص للناس اللي محتاجة بروتين لشعرها اكتر، يعني هو اوريدي فيه البيض، والبيض من الحاجات اللي فعلا احسن مصدر ممكن ناخد منه بروتين لشعرنا. طيب هل كده معناه ان الماسك دوت ما كانش منافع معايا وان هو ما فادنيش؟ لا خالص، بالعكس. انا هشرح لكم دلوقتي الفكره ذات نفسها وانا كنت بعمل ايه. طيب الماسك دوت انا يعني ككريستينا فادني في ايه وكنت بعمل ايه. طيب اول حاجه التطويل، وهنتطرق لموضوع التطويل ده في اخر الفيديو علشان هنقيس طول شعري مع بعض. طيب تاني حاجه ان هو بيقلل من التساقط، ده فعلا انا خدت بالي من الموضوع دوت. حتى لو كنت بسرح شعري وهو مندي كنت فعلا بحس ان لا يعني شعري مش بيقع بنفس القدر اللي هو في العادي بيقع منه لو مثلا بسرحها عادي من قبل ما اعمل الماسك دوت. ففعلا هو فعلا بيقلل من تساقط الشعر. طيب تاني حاجه ان هو بيقوي الشعر، ده بجد يا جماعه مش هتصدقوا، بس انا عمري ما شفت شعري كده. انا كنت مثلا لو شعره وقعت بمسكها كده كنت ببقى شايفه الشعر فعلا، يعني شعريه سميكه بطريقه، يعني بصراحه انا انبهرت، مع اني مش اول مره اجرب الماسك ده، بس عمري ما استمريت عليه الفتره اللي تخليني فعلا الاحظ ان الموضوع دوت عامل الفرق ده من الماسك ده كده. عارفه التالتة ولا الرابعه، بس هو بيحارب القشره. بصوا بصراحه انا ما عنديش تجربه قوي مع القشره، لان انا اوريدي ما عنديش قشره في شعري، ولما بحس ان هي بتطلع حاجه بسيطه كده بعالجها بشامبو. لو عايزين اتكلم على موضوع علاج التساقط والقشره والحاجات دي قولولي برضو، ممكن اعمل لكم عليها فيديو.
طيب رابع حاجة هتكلم عنها وهي تريكات المفروض نكون بناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الماسك دوت. في حاجات لازم ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الماسك دوت عشان نطلع منه باكبر استفادة من غير ما ناخد منه اي اضرار. طيب اول حاجة ان الماسك دوت بيتحط بس على الشعر لمدة تلت ساعة وبعد كده بيتغسل على طول عشان ما يسدش المسام بتاعة فروة الراس. تاني حاجة ان الماسك دوت بعد ما بنيجي بنغسله بمية ساقعة بس او مية فترة، لكن ما ينفعش خالص نغسله بميه سخنه علشان البيض ما يكتل. تالت حاجه ان مع استخدام البيض لازم نستخدم معاه زيت علشان ما ينشفش فروه الراس وفي نفس الوقت ما يعملش جفاف لفروه الراس. رابع حاجه ودي ملحوظه مش بوينت، يعني ان العسل احيانا بيفتح من لون الشعر. انا ما جربتهاش الصراحه وما حسيتش بفرق، بس يعني هي معلومه انا قريتها فقلت لازم اقولها لكم. طيب خامس حاجه ان احنا ما ينفعش نستخدم زيت خالص على فروه راسنا لو كانت فروه راسنا دهنيه علشان ما نزودش من الدهون بتاعتها اكتر. سادس حاجة ان احنا ما ينفعش خالص لو فروة راسنا الشعر فيها قليل او الفروة مش بتستحمل ان احنا برضو نحط عليها زيت او الماسك دوت علشان هيبقى تقيل قوي على فروة راسنا. سابع حاجة ما ينفعش خالص ان احنا نحط زيت على شعرنا لو كان الشعر لسه مصبوغ في اقل من 72 ساعة. لازم نستنى على الاقل 3 ايام وبعد كده ممكن نستخدم اي حاجة فيها زيت على فروة راسنا. طيب تامن حاجة ما ينفعش خالص ان انا لو هعمل مكوى ان انا احط اي حاجة على شعري قبلها فيها زيت، حتى لو انا هغسل شعري في النص، بس ما ينفعش علشان اوريدي الشعر بيكون شرب شويه من الزيت دوت. فلو احنا هنعمل شعرنا مكوى ما ينفعش خالص ان احنا نحط على شعرنا اي حاجه فيها زيت. طيب بس كده هي دي التريكات اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها لو هنعمل الماسك دوت. طيب اخر حاجه بقى هتكلم عنها وهي النقطه الخامسه ان احنا هنقيس شعري سوا ونشوف هل هو طول ولا لا. فهبل شعري الاول واجيلكم. يبقى انا بليت شعري الناحيه دي وجبت دي مزوره عادي هقيس بيها شعري. هنعمل ايه؟ بس المزوره لفت على بعضها. مش عارفه انا قلت الموضوع ده ولا لا، بس لازم نغسل شعرنا طبعا كويس قوي بعد الماسك ده. معرفش يعني هي اعتقد حاجه بديهيه، بس انا قلت انبه عنها يعني علشان الحاجات دي بتبقى مضره قوي ان احنا نسيبها على الشعر، اذا كانت البيض او الزيت او whatever ايا كان تاني لازم يتغسل الشعر كويس. والحاجات دي طبعا ما ينفعش ننام بيها، انا زي ما قلت هي تلت ساعه بس. طيب هعمل ايه؟ هحط البتاع كده تبقى يدوبت على اول الفرق، وهمسك الشعر كده. انا كنت قايسه شعري الفتره اللي فاتت قبل ما اعمل الماسك ده على طول، قبل ما ابدا فيه قسطه كان طول شعري ساعتها 71 سنتي. ده كان يوم 21 بالظبط. النهارده بالظبط برضو 21. كان قبل كده 21/8، النهارده 21/9. انا ظبطت الوقت ان هو بتاع ده على طول، والفيديو ده هينزل يوم 22 فهيبقى نفس الفكره يعني. اوكي هنعمل كده 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 77 سنتي، يعني هو كده طول 6 سنتي. طيب باختصار انا الموضوع دوت بالنسبه لي مش فارق قوي، لان انا كده كده شعري تقريبا بيطول في الفتره دي بمعدل 5 سنتي في الشهر. ف5 سنتي من 6 سنتي يعني هو كويس قوي برضو، لان انا اوريدي كده لما بيطول في 5 سنتي ببقى بعمل له حمامات زيت، فهو يعتبر كده الماسك دوت بنفس معدل حمامات الزيت اللي انا بعملها لشعري. فلو انا هدي تقييم للماسك دوت فهو فعلا حلو جدا جدا ان احنا نعمله. هو يعني يعتبر كده بالنسبه لي نفس المعدل. انا شعري ما كانش بيطول المعدل ده خالص، يعني لو طول 2 سنتي في الشهر كان بيبقى رقم بالنسبه لي كويس، فان هو يطول 5 سنتي و6 سنتي، ده 6 سنتي ده بالنسبه لي رقم كبير قوي. بس فباختصار الماسك دوت بالنسبه لي حلو جدا. هعمله تاني ولا لا؟ انا اعتقد ممكن يعني بالتوازي، انا بمشي مره بغسل شعري، يعني بغسل شعري مرتين في الاسبوع، فممكن مره اعمل حمامات زيت ومره اعمل الماسك دوت. يعني بالنسبه لي هرجع اعيده تاني وهديله 9/10 بس علشان كنت بضطر احط حمام زيت معاه. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون فاتكم في معلومات الماسك دوت، واتمنى تجربوه. واسفه تاني على التاخير لصاحبه الكومنت اللي كانت كاتباهولي على موضوع الماسكات، واستنوا الماسكات اللي جايه هعملها. وبس كده، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على انستجرام عشان كنت بنزل حاجات كتير هناك، وتابعوني برضو على تيك توك عشان بنزل برضو حاجات هناك كتير. وبس كده، باي.